اللحظات وستنطلق مواجهة المغرب الكونغو الديمقراطية. اختيارات المدرب طارق السكتيوي واختيارات التي نتابع على الصورة لأوتيس كوندي مدرب منتخب الار دي سي. الاعتماد على ابرز الاسماء التي تنشط في الدوري الكونغولي خاصة مع الثلاثي مانيما وفيتا كلوب وتي بي مازيمبي، لكن ما يوم اختيارات طارق السكتيوي اليوم سيعتمد على نفس العناصر التي بدأت المباراة الماضية في لقاء صعب جدا امام زامبيا انا في اللحظات الاخيرة 3-1. إذا البداية بالمادي الأحرار في حراسة المرمى محمد بولكسوت 7، بوشعيب الراسي 13، مروان الوادني 4، يوسف بالعمري 17، ربيع حريمات 24، نسباش 3، خالد أيتور خان 8، عماد الرياحي 18، يوسف ميري 21 وأسامة المليوي في الخط الهجومي رقم 9. هذا هو الكابيتان. يمشي بولكسوت الآن البيليالية مليوي، لكن طارت قوية على مليوي إلى ضربة مرمى بولكسوت. طبعا يعطينا انطباع بأن أسامة المليوي طبعا ميري اللي تم في تشكيلة منتخب الار دي سي، لذلك السلاح تاع الكرة لأناس باش. طبعا تعودتم على التمرق قدم، يرسل كرة أمامية تعطيها عندك الكرة يا بن عمري بشكل أفضل. مروان الوادني البينية ممتاز، العرضية والهدف الأول الضربة الأولى نعم تأتي في هذه اللحظات لفائدة المنتخب المغربي. أحلى بداية للنخبة المغربية، أحلى كرة جاءت من الجهة اليسرى، اللمسة الأخيرة نعم تعطي الجول، اللمسة الأخيرة تعطي الهدف يا أسامة يا المليوي. لمسة جميلة 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 في إنهاء اللقطة الماضية. في الهجمة الماضية سنتابع الإعادة. أحلى كرة مقدمة من الجهة اليسرى، يا عيني على اللمسة. شوف بالعمري انطلق بالعمري والمليوي في المتابعة. يا سلام هنا في الشباك 1-0. أحلى بداية للنخبة المغربية. الباس رائعة واللمس على القائمة الأول يا أسامة يا المليوي. هذه الإعادة مرة أخرى أسامة المليوي الراسي غير معقول. هنا المرور والتغطية بصعوبة من وراء مروان الوادي. لا شوف لك حل يا طارق السكتيوي. نحن نعاني دفاعنا انطلاقة جهة اليسرى. أسرع الكونغوليين الكرات في الدار صعبة، لكن حتى الآن مرفوع الكرة برا مرمى. عدنا الفرصة لإضافة الثاني الآن يا بالعمري، ولكن دخول صانع اللعب صابر بوكرين. هذه كرة أمامية لا تشفع لها بالمنافسة في آخر جولة. بحريمات يلعب التماس هنا داخل ركنية، مرفوع الكرة. إذا تلعب الضربة الحرة. الأحرار يتابع الكرة هنا في الوسط. أمونغو هنا التغطية من جانب عماد، والخطأ اللي حذرت منه يا عماد الرياحي. يمكن يرفع. نعم سيرفع لا يمر تشيكوم لا يمر. الراسي يا عراسي رد بالك يا عراسي، دير بالك يا عراسي. كيف سمحت لي المهاجم يسدد باس يارا مرفوع الكرة. عندك يا الحرار برافو. الثاني في الطريق، هي كرة الثاني بولكسوت المراوغة، اضرب شوت. هذه العرضية كان الحكم سيلجأ إلى الفار. التمرير يعطي فرصة للكونغو في المرتدة، ولكن من كابامبا في ركنية. هنا انطلاقة من عماد، يمشي عماد، العرضية بنفس الكيفية. يعجبني كثيرا تموضع لاعب أسامة المليوي. طبيعي بسرعة تشيكوم يبحث عن تسديدة لكن مرة جانبية. الكرة تمر جانبا إلى الموسم، بينما الكرة لفائدة المنتخب الكونغولي بثير الرياحي مرفوعة بالراس. من يتابع الثانية عندك الآن والحكم يقول في خطأ. المنتخب الكونغولي أمونغو عندك يا الأحرار استاد الوطني يايو بينما انطلاقة في الجهة اليمنى وخروج في المباريات الماضية رائع جدا. كيتامبا ممتازة لميري يعطي التمرير والتسديدة لأسامة
كمال مليوي، لكن فيها التسلل من البدايات، فيها التسلل من البدايات. ربما الرايه ترفع. الإعادة نعم فيها تسلل. ميري كان في التسلل قبل التمريره ديال اللاعب ماتوبو سيرفع الكره. ماتوبو حذاري مرة أخرى نقع في الأخطاء، ومرة أخرى نقع في نفس الأخطاء. كي تامبارا يعدل النتيجة، كي تامبارا يعدل النتيجة. نفس الأخطاء تتكرر مقارنة مع المباريات السابقة، ونقولوها صراحة الدفاع ما يطمنش، الدفاع لا يطمن، وهذا لاحظناه مع بداية المباراة. هذه العرضية عندنا مشكل في العرضيات، عندنا مشكل كبير في العرضيات. شوف هنا هذا هو لاعب ماتوبو الكرة يتغير مسارها، وكي تامبالا إلى الشباك. الإعادة ماتوبو الآن، ماتوبو يتقدم، ماتوبو يسدد لكن عالية بعيدة تماما، بعيدة تماما إلى الكيفية. كابانغا مشى، كابانغا يرفع الكرة للأمام، والخطأ لمروان. يا مروان أعطيت فرصة لكي تامبالا ليسدد، خطأ كان أمامك لتتقدم. يرفع كرة عماد حسام الصادق اللاعب الإيطالي، ولاحظ فرق السرعات، لاحظ فرق السرعات. الكرة الأمام في القائمة الثاني خطيرة، تمريرة ممتازة في المساحة. امشي يا ميري، عرضية ميري ناقصة يا ميري، لم تكن إلى الأمام يا ميري. ميري يجد بعض الصعوبات في الانطلاق، جانب بدني كما قلت. يمر كابانغا العرضية، مرت سلامات. متفوقين في الكرات العالية، هذا هو الواقع، متفوقين أكثر. شوف الكنترول لهذا اللاعب الخطير، هذا اللاعب هنا استلام عن طريق أناس. العرضية الراسي أضمن طريقة أنك تسجل وتنتصر. هذه العرضية فتكون صعبة وتعمل ضغط على الوادي والعراسي، والكرة إلى ضربة مرمى. نعم كرة إلى ضربة مرمى، ضغط كبير عامله كامل مليوي، مراقب أسامة نقطة العامرين. المراوغة ممتازة، التسديد ولكن كرة مرت جانبا يا صابر. التسديد والتمرير، وسام يضرب شوت. بابا الكرة عند الحارس، يا بابا اللاعب البديل في أول تسديد. كونغو مستوى مغاير تماما للمباراة. كابامبا ماتوبو الحرارة عندك يا الحرارة عندك، ولحظة التسديد باسيالو إلى ركنية تلمس الجدار وتغير المسار وتتقوى أكثر مع مرور المباريات. وركلة جزاء، هل فيها ركلة جزاء؟ هل فيها إعاقة في اللقطة الماضية؟ سنتابع الإعادة. بابا يدخل المنطقة، واحتجاج طارق السكتيوي على المالي. ما هو القرار؟ ركلة جزاء، هذا هو القرار الصحيح، والسليم جابها بابا. فمن سيترجمها؟ هذه كرة البديل. برودال، يلا يا ربيع، طريقك ربيع يا حريمات، طريقك ربيع يا ربيع. الثاني للمنتخب المغربي، نقترب أكثر من التأهل يا سكيتيوي من ركلة جزاء. وبعد الثالث يا ميري، اضرب شوط